كم مرة اتحطيت في موقف انك هتتكلم قدام الناس، سواء هتشرح حاجة او هتقدم برزنتيشن، او في اوضة كل اللي فيها ناس غريبة عنك ولقيتهم بيقولوا لك اهلا وسهلا معانا، اتفضل عرفنا بنفسك. انا متخيل دلوقتي موقف الناس اللي عندها خوف ورهبة من المواقف اللي زي دي. تعال اقول لك ازاي تتخلص من الخوف والرهبة وتبان انك شخص واثق جدا من نفسك. خلينا مثلا ناخد سيناريو دلوقتي انك هتشرح او هتقدم برزنتيشن لزمايلك في الشغل عن موضوع معين، والمديرين موجودين وانت كنت عارف من فترة ومحضر كويس انت هتعمل ايه في اليوم ده. فازاي بقى تبان واثق من نفسك وانت جواك كل الاسئلة والخوف بتاعت دي ناس غريبة عني وعايز اثبت نفسي وعايز ابان بشكل معين، وكل الاسئلة اللي مليانة خوف وتوتر دي؟ اول حاجة لازم تبقى عارف ان التوتر ده طبيعي، وانت في الطريق لازم تكون محضر سيناريو الاحداث اللي هتحصل في دماغك. يعني تكون مرتب، يعني انا هبقى لابس مثلا بشكل معين، احط برفيوم، هركب العربيه، اوصل الشغل في الميعاد الفلاني، وكل الترتيبات دي تكون انت عامل سيناريو زي ده في دماغك. السيناريو اللي انت هتعمله ومرتبه من قبل ما تروح اصلا، ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيوجه تركيزك لحاجه تانية غير التوتر. عارف انت فيلم سور الصين العظيم، الحته اللي محمد هنيدي كان بيقول فيها ده بيهوش بايده وبيضرب بالايد التانية؟ الموضوع بالظبط، انت محضر كويس وعارف هتقول ايه، بس عايز تضحك على دماغك وتخليها تركز في ترتيبات تانية بعيد عن الخوف والتوتر، خصوصا لو اول مره تتعرض للموقف ده. خلي في دماغك الجمله دي على طول، هتفيدك تفتكر المفروض تتعامل ازاي مع دماغك. النقطة التانية، لازم تنفذ الخطوة الأولى. ما ينفعش أنت مرتب ترتيب معين وهتنام في الوقت الفلاني وهصحى في الوقت الفلاني وهوصل قبل ميعادي بقد كذا وتخلف حاجة منهم، لأنك ببساطة كده أنت بتوتر نفسك زيادة عن اللزوم. ولو أنت كنت متوتر 10%، فأنت توترك دلوقتي هيتضاعف لو نمت مثلا متأخر وصحيت متأخر وكل الترتيبات اللي عملتها باظت. النقطة الثالثة، لازم تكون محضر كل حاجة قبل العرض بتاعك بنص ساعة. يعني بروح المكان اللي هعرض فيه، بظبط اللاب، بتأكد من البروجيكتور، بتأكد ان وضع الكرسي بتاعي مظبوط، بتأكد ان كل حاجة تمام عموما، عشان ما تتفاجئش بحاجة وانت قاعد بتشرح. النقطة الرابعة، لو ينفع تكون بره وتدخل افضل ما تكون قاعد مشغول على اللاب والناس عمالة تدخل القاعة وانت قاعد. ما دام حضرت كل حاجة يبقى خليك بره احسن، وتدخل على الميعاد بالظبط لما تكون الناس قعدت وارتاحت. النقطة الخامسة، الفيرست امبريشن، لازم تكون لابس كويس وداخل فارد نفسك ومش ماشي مستعجل ومبتسم ابتسامة خفيفة كده. اللبس الكويس هيخليك دايما واثق من نفسك. لما الواحد يلبس بدلة او لبس شيك كده بيحس ان هو واثق من نفسه، داخل فارد نفسه. الكلام ده هيديك ثقة كبيرة انك مش خايف، ومشيك بالراحة ده برضه هيساعد انك تقلل التوتر اللي عليك بشكل كبير جدا. النقطة السادسة، اكسر الملل زي ما بيقولوا. ابدأ بسؤال، ابدأ بمقولة ملفتة. المهم أول حاجة تقولها لازم تبقى حاجة تكسر بيها الملل وتخلي الناس تبدأ تركز معاك، وفي نفس الوقت انت هتقول جملة واحدة وبعد كده هتنقل الكلام للحضور هم اللي يتكلموا بقى. ده هيساعدك تدخل في الأجواء والتوتر هيقل عندك بشكل كبير. النقطة السابعة والأخيرة، أول جزء هتقوله لازم تبقى حافظه صم. يعني اعمل حسابك كده أول 30 ثانية على الأقل من بعد السؤال اللي هتقوله ده لازم تبقى حافظهم 100%. وكده ان شاء الله السبع نقط دول لو انت فعلا محضر كويس بنسبة كبيرة مش هتحس بالخوف ولا القلق خالص. اشوفكم في فيديو جديد على خير، سلام عليكم.